السلام عليكم. النهارده هنعمل السناكس السوري او الشيبس الفران. بينفع للمدارس والفطار. بيبقى مقرمش وعامل زي الشيبسي، جميل جدا والاطفال بتحبه. عندنا نص كيلو دقيق او 4 كوبايات. عندنا كوبايه ميه عاديه مش فتره، يعني فتره مش سخنه يعني ولا دافيه. عندنا كوبايه الا ربع بمعلقه السمنه، سمنه بلدي، اي نوع سمنه تحبيه. عندنا معلقتين صلصه، ممكن الاستغناء عنه وتحطي معلقه بابريكا. عندنا معلقه كبيره سكر، معلقه صغيره ملح، نص معلقه بيكنج باودر. وما نكترش عن النص لان احنا مش عايزين العجينه تعلى، لان احنا عايزينها رقيقه زي الشيبسي ومش هتخمر، هترتاح بس. نص معلقه كمون مطحون، ومعلقه كمون كل دي صغيره، معلقه كمون صغيره من الحصى، ونص معلقه كمون مطحون. زي ما انتم شايفين مكوناتنا سهله وبسيطه. عندنا بقى للوش ممكن تضيفي جبنه رومي 3 اضافات، يا اما كمون حصى، يا اما حبه البركه، يا اما سمسم. طبعا الوش دي ممكن يتعمل ببيض عليه معلقتين لبن وندهن بيه الوش. بس طبعا الفران مش بتعمل كده هوت، وبيثبت تضغطي عليه وبيثبت مش بيطلع منه يعني. فاحنا كنا بنعمل البيض عشان مجرد ان يلمع يعني، ما تبقاش السطح بتاعه شكله عادي. هنبتدي بقى باسهل حاجه ممكن، المواد الصلصه ندوبها في الميه والزيت والسمنه، وبعد كده نحط الاضافات دي نحطها على الدقيق. ادي معلقه السكر الكبيره ومعلقه الملح الصغيره، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، على قد ما نقدر ما نكترش البيكنج باودر، مش عايزينها تخمر. نص معلقه الكمون المطحون، ومعلقه صغيره المطحون الحصى، ونقلبهم مع بعض الاول المواد دي. وبعد كده اخر حاجه احط الميه تدريجيا، يمكن طبعا كل دقيقه عن دقيقه بيختلف زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى احط معلقه الصلصه هتدي لون، معلقه السمنه، ونحط الزيت. هنقلب بقى المكونات مع بعض مع ننزل الميه تدريجيا. ممكن تاخد كوبايه كامله، ممكن تاخد كوبايه الا شويه زي ما انتم شايفين كده. نبتدي بقى اقلبهم مع بعض بايدي زي ما انتم شايفين، مجرد اننا بنخلي المكونات مع بعض. ادي احط بقى يعني ناقص شويه ميه، ما حطيتش كوبايه كامله، حطها تدريجيا. كل ما تكون العجينه ماسكه نفسها وجامده تقدري تشكليها وتبقى كويسه معاكي. هفضل اعجن كده دقيقتين 3 زي ما انتم شايفين. العجينه مش بتلزق، هنريحها مش نخمرها، هنريحها كده بترتاح 10 دقايق. طبعا احنا مش عايزينها تخمر، عشان كده احنا حطينا نسبه البيكنج باودر بسيطه. طبعا هي في سواها بتاخد ربع ساعه. في الوسط بتطلع متقرمشه، يعني مش بتطلع ان احنا نحمصها تاني. زي ما انتم شايفين طبعا اللون ده لون الاورنج اللي احنا بنشوفه. ممكن الاستغناء عنه لو انت عايزاها بيضه، او ممكن نستبدل الصلصه. طبعا الصلصه مش بتبان في طعمها في العجينه، نستبدل الصلصه بمعلقه بابريكا. هنسيبها 10 دقايق ونرجع لها تاني. بعد ما ارتاحت ابتدي بقى افردها على الكونتر كده واقطعها. نقطعها نصين في نصين. زي ما انتم شايفين كده. نمسك كوره كوره، 8 كور كده ممكن نعمل كده عشان يسهل عليك الفرد. وممكن نحط 4 في بعض ونفردها عن طريق يبقى مستطيل. مش كل ما ترتاح كل ما تتفرد معاكي كويس جدا. احنا عايزينها رقيقه جدا، اقل من الفطير بشويه. كل ما تريحيها كل ما تريحك وانت بتفردي، ما تكشش تاني. زي ما انتم شايفين كده هبتدي افردها كويس قوي وارجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده رققناها الرق ده اهو. واحنا طبعا مش حاطين لها بيكنج باودر كتير ان هي تنفش وتعلى تاني والكلام ده. اهم حاجه تقللي البيكنج باودر نص معلقه صغيره، وكمان ترققي العجينه، وكمان ما تحطيش فيها سوائل كتير عشان تنشف معاكي بسرعه. يعني السوائل تحطيها تدريجيا. لو احنا دوبنا الحاجات في الميه، الصلصه والسمنه والحاجات دي، يعني ممكن ما نحتاجش السوائل كلها، بنحتاج نزود الدقيق تدريجيا. يعني ممكن كده وممكن كده، عشان طبعا كل دي بيختلف عن الدقيق تاني. رققناه على الاخر زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى انا
ممكن اقطعها وهي على الكونتر، يا اما احطها في الصاجه، اشيلها واحطها في الصاجه وانقلها. طبعا غلط ان انا انقلها بايدي، فهحطها على على النشابه كده اهوت، وابتدي بقى ايه اشيلها واحطها في الصاجه زي ما انتم شايفين كده. ببتدي بقى افردها على الصاجه كده اهوت، عشان احنا عايزينها شيبسي سمكها ايه رقيق. بملى الفراغات كده عشان استغل الصاج، وابتدي بقى اقطعها. ابتدي اقطعها، يا اما اقطعها بمشرشره كده اهوت، الحجم ده بقى ايه بتاعك، يا اما بسكينه تعمليها مثلثات. كبيره صغيره على حسب ما تحبي، مربعه كده زي ما احنا قلنا. هنعملها يا اما رومي بالرومي والكمون الحصى والسمسم او حبه البركه زي ما انتم شايفين كده. وادي بالشكل ده. هبتدي اعمل هنا اهوت، بس الاول اعمل ايه وشها بيضه كامله، عليها شويه ملح، معلقتين لبن، وممكن ما تحطيش، الفران مش بتحط يعني، وشويه فلفل. هعمل كده وشها بالبيض واللبن. ممكن تحطي فانيليا، ممكن تحطي نسكافيه سلطه الذوبان او سلطه الذوبان زي ما انتم شايفين، عشان كمان لما تحطي يعني الجبنه الرومي هنحطها في ايه في الكبير. ولو ما تحطش البيض ده عادي، تضغطي عليه شويه كده اهوت خلاص سبت. نحط الكبيره فيها جبنه الرومي، والصغير نحط فيها ايه الكمون الحصى الصغير اهو حبه البركه، ممكن سمسم اختيار يعني. وادي الكمون الحصى اهو. ابتدي بقى انا ايه اكمل بقيه ايه العجن بتاعي عشان اكمل الصاج واحطه على نار عاليه. شوف لما بترتاح بتفرد معايا في منتهى السهوله. اهي دي بقى ايه يعني الاربعه الصغيرين اللي احنا قطعناهم، واربعه التانيين يعني نص العجينه عملناها كامله، والنص التاني يعني ايه عشان خاطر يعني بجميع الاشكال هنعملها ازاي. هنقسمها نصين كده ادي كده اهو زي ما انتم شايفين، ونشيلها ونحطها في الصينيه. هتتحط كده اهوت اهي، تبططيها كده ترققيها، وادي تتشاف بمنتهى السهوله يعني اهي. الشيبسي ده بكل الاشكال يعني. هحطها في الصينيه واكمل. زي ما انتم شايفين عملنا الصاجين دول. الصاج ده هحطه في الفرنه بتاعه البوتاجاز، والفرنه وده في فرنه الكهرباء، وياخد ربع ساعه او على حسب النار، ونار عاليه ومن فوق من تحت بالرف الاوسط. احنا شايفين كده اهوت عملناه في ثواني. ادي مقرمش اهو، لسه منزلاه من الفرن برده، كل ما يقعد على المروحه هينشف اكتر. جميل خالص، هينال اعجابكم، وارخص واسهل واسرع وانضف من الافران زي ما انتم شايفين. السناك السوري، مقرمشات الافران او شيبسي الافران، ودمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.